السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ تعالوا يلا نشوف الكيكة الجميلة دي، كيكة البرتقال في الخلاط بسرعة البرق. يلا تعالوا نشوف القمر ده عملناه ازاي، وتعالوا بقى هنشوف نقطعها معاكم كده الاول، وبعد كده نخش نشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين يا حبايبي ما شاء الله الكيكة القمر بتاعتنا العالية الاسفنجية ازاي؟ اللهم صل على النبي. شايفين يا حبايبي ما شاء الله اهي زي ما انتوا شايفين كده بعد ما قطعتها اهي. شايفين هشة ازاي ومنفوخة؟ بسم الله ما شاء الله. يلا بينا يا حبايب قلبي نخش نشوف القمر ده اتعمل ازاي. وقبل ما تخشي تشاهدي الحلقة ما تنسونيش تشير واللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة في الوصفة بتاعتنا الجديدة، وهي كيكة البرتقال وفي الخلاط سريعا كده يا حبايب قلبي. يلا بينا نقول مكوناتنا كلها بسيطة وسهلة وموجودة في قلب كل بيت. ومعانا المكونات الجافة بتاعتنا هي 2.5 كوب من الدقيق ومعلقتين من النشا. والمكونات السائلة بتاعتنا هي 3 بيضات، ما يعادل من 100 جرام من الزبدة، كوباية عصير برتقال، كوب الا ربع من الزيت، كوب وربع من السكر، بش برتقال، ذرة ملح، معلقة خل، باكو بيكنج باودر، باكو فانيليا. يلا بينا يا حبايبي نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشوف الوصفة بتاعتنا الكيكة السهلة الجميلة دي هنعملها ازاي. هنا يا حبايبي اول حاجة هنبدأ ننزل بيضة بيضة كده وهنضربها في الخلاط واحدة واحدة. هننزل بالتانية، زي ما انتم شايفين يا حبايبي ضربنا البيض اهوت لحد ما عمل فوم معانا عالي. هننزل بعد كده بكوب الا ربع الزيت. شايفين حبايبي بسم الله ما شاء الله القوام عالي ازاي، الفوم عالي معانا. بعد كده هننزل بعصير البرتقال تدريجي كده يا جماعه، كل حاجه ايه السوائل كلها ورا بعض كده بالمنظر ده. شايفين بسم الله ما شاء الله في كل مرحله بنضرب فيها الفوم بتاعنا والخليط بتاعنا بيعلى جامد. هنحط طبعا معاكم 100 جرام الزبده اللي انا قلت عليها. دي كوبايه وربع من السكر، اللي حابب يحط سكر اقل يحط كوبايه هتبقى كويسه جدا برضو. وورقه الفانيليا، ذره الملح، حاجه بسيطه خالص مش كتير. هننزل معاكم بمعلقه الخل، بشر البرتقال. طبعا يا حبايبي اللي مش حابب يحط الزبده دي اختياري، انا بحبها تبقى دسمه شويه. هنروح نكمل خليط السائل بتاعنا ضرب في الخلاط ونرجع تاني نوريكم الخطوه التانية. هنا طبعا يا حبايبي عشان اللون زي ما انتم شايفين بيضه وهي اسمها كيكه برتقال، فهنعزز اللون بحبه بودره من عصير الفراولة. زي ما انتم شايفين كده مش كتير، ما تكتروش عشان اللون بس. يا حبايبي شايفين خليط السائل بتاعنا بقى لونه برتقاني وجميل وريحته جميله جدا. يلا بقى نوريكم الخطوه التانية ايه هي. معانا 2.5 كوب من الدقيق، وهنفضي عليهم باكل بيكنج باودر كده بالمنظر ده، وهنحط عليهم معلقتين النشا. يعني كده هيبقى معانا المواد الجافه كلها ما يعادل من 3 كوب دقيق بالنشا يعني. وهنقلبهم تقليبه كويسه، وهننزل بالخليط بتاعنا الخطوه اللي هتيجي دلوقتي. هنقلب الخليط كده كويس في قلب بعضه.
طبعا وانا شغاله كده ببدا اشغل الفرن بتاعي على درجه 180، يعني ما تولعوش من قبل منها، علشان الكيكه بتاعتنا من عوامل النجاح بتاعتها انها ما تهبطش، ما تخشش في فرن درجه حراره عاليه جدا، يكون ولع قبل منها ب5 دقايق، او انتي شغاله في نص الكيكه كده تبداي تشغلي الفرن بتاعك. انا هنا طبعا شغلت الفرن وجهزت معانا الصينيه بتاعتنا اهيت مدهونه زبده، وعفرتها كده بالدقيق زي ما انتم شايفين، وهروح اكمل بقيه الخليط بتاعنا اللي احنا جبناه السائل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل عليه واحده واحده كده وهبدا اقلب زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده اهوت. انا بقلب في اتجاه واحد، اتجاه اليمين، وهنبدا ننزل ببقيه الخليط كده. هنروح نكمل تقليبها برضو كده اهوت بالطريقه دي، بس عشان طبعا الدقيق كله شبط في قلب المضرب هسلكه وهرجع لكم تاني اهو يا حبايبي. انا طبعا كنت قلبتها بالمضرب وجبت معلقه خشبيه كده عشان ايه الم الدقيق من الجناب او من تحت كده اهو. زي ما انتم شايفين اتجاه واحد زي ما قلنا، اوعوا تيجوا اتجاه الشمال، هو اتجاه يمين وبس زي ما انتم شايفينها كده. بسم الله ما شاء الله اهي. وادي الصينيه بتاعتنا، وهنبدا ننزل بسم الله بقوام الكيكه كده. ويا حبايبي زي ما انتم شايفين هنبدا كده نكبها كده عشان نطلع منها اي هواء او اي فقاعات، وهنروح ندخلها على الفرن ونشوفها بعد ما تطلع ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي الكيك بتاعنا داخل الفرن. هو احنا بعملها دلوقتي الساعه 11 بالليل، عدى عليها كده تلت ساعه، قربت تطلع. ما تفتحوش عليها خالص، يعني انتوا شاهدوها كده داخل الفرن من ورا الازاز كده. يعني هي هتاخد معانا مثلا حوالي تلت ساعة او نص ساعة، مش هكمل نص ساعة يعني ان شاء الله 30 دقيقة يعني. شايفين يا حبايبي مراحل التسوية كل مدى بتقب بسم الله ما شاء الله ازاي. طبعا يا حبايب قلبي ما تولعوش شواية، احنا بنقول الفرن ما يسخنش جامد، علشان لو الفرن سخن جامد قوي على درجة حرارة عالية جامد جدا الكيكه بتاعتنا هتقب بسرعه وهيكون القلب بتاعها من جوه ني. لكن لما هي تطلع واحده واحده كده والفرن يسخن معاها واحده واحده، قلبها من كله كده الجناب هتبدا تطلع معانا وتقب وتستوي. الكيكه يا جماعه ليها طرق كتير وفي غلطات كتير ممكن هي تهبط مننا الكيكه، زي التسويه، زي طريقه التقليب زي ما قلت لكم في الفيديو كده، ان انتوا مثلا لو قلبتوا في اتجاهين هتبقى برضو حاجه مش كويسه، لازم في اتجاه واحد. اهو يا حبايب قلبي برضك في كل المراحل اهي. انا بطول الفيديو شويه طبعا علشان بقدر ادي طريقه التسويه السليمه الصحيحه، علشان مشاهدي يكون مستفاد من كل حاجه. يا ريت يا جماعه متنسونيش في اللايك، لا فضلا وليس امرا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله شايفين بتقب معانا داخل الفرن ازاي. طبعا شايفين فقاعات الهواء اللي طالعه معانا بسم الله ما شاء الله. هو ممكن الاضاءه ما تكونش مساعدانا شويه عشان طبعا البخار بتاع الفرن. انا كل ده بصور من ورا الازاز بتاع فرن البوتاجاز. شايفين الفقاعات بسم الله ما شاء الله. شايفين يا حبايبي هنا الزرار بتاعنا اهوت. لما كنت انا بادئه الفرن بتاعي من 180، لما بدأت الكيكه بتاعتي تعلى زي ما هوريكم بالمنظر ده بدأت اوطي عليها خليتها ل155. اهي الكيكه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. انا طبعا كل ده مش عايزه افتح الفرن عليها، انا بوريكم مراحل التسويه واحده واحده يا حبايبي، علشان ما تفتحوش على الكيكه خالص، لان لو فتحتوا عليها اثناء التسويه هتهبط مننا وتطلع الهواء كله وتبقى شكلها مش حلو. شايفين بسم الله ما شاء الله بدأت عليت ازاي معانا. طبعا هي قربت تاخد الوش الاحمر بتاعها كده. هي بالظبط خدت معايا 38 دقيقة بالظبط داخل الفرن.
هطلعها معاكم بعد ما تبرد. بس اول ما نقفل عليها يا جماعه ما تفتحوش وتخرجوها من الفرن، سيبوها لما تبرد داخل الفرن علشان خاطر ما تهبطش مننا. شايفين يا حبايبي بسم الله ما شاء الله. هنبدا هنا نختبر الكيكه بتاعتنا بالخله. بسم الله. هي لسه طبعا ما استوتش، هنسيبها طبعا تكمل السوا بتاعها. زي ما انتوا شايفين كده العصا بتاعنا طلع فيه عجين، فهنسيبها لما تكمل سوا على مهلها. شايفين يا حبايبي بسم الله ما شاء الله، حاجه كده جميله. يلا بقى ما تكسليش، قومي يلا اعملي احلى كيكايه لعيالك، ويا ريت لما تعملوها وتقولوا لي كده رايكم في التعليقات، فضلا وليس امرا كده. ما تنسونيش في الشير واللايك يا حبايب قلبي، والاشتراك لو كنت اول مره تشوفي قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.